السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة النهارده ما كنتش ناوي اعمل فيديو، والله ولا عمري عملت فيديو بعد ماتش الاهلي بالطريقة دي. بس بصراحة الكرة بتاعت الشناوي دي تخرج اي حد عن شعوره، بتخلي الواحد يفتكر ذكريات قديمة مسخة مريرة. يعني انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني كرة الشناوي دي ما فيهاش اي جدال، ما فيهاش اي وجهة نظر. راجل يعني انت لو هو اخر لعيب في الملعب ورايح للجون اللي هو حارس المرمى لوحده بيطرد، ما فيهاش اي فلسفة. لا ده الشناوي بقى يعني التاني رايح على الشبكة، يعني طرد مباشر وايقاف مباراتين. لا ما ينفعش، ما ينفعش. انتوا كده يعني بصراحه مش بتخالفوا القانون، لا ده انتوا بتستعمونا بقى، انتوا بتستعمونا كده بجد. يعني انا عايز اعرف الحكم راح على الفار بناء على ايه؟ بيفكر في ايه؟ الفار نفسه بلغه بايه؟ ايه دي؟ باينه جدا الشناوي ضربه بايده وبرجله والراجل رايح على الجون. طب ماشي، عايز تعديها قول ما لمسوش خالص وتبقى راجل ظالم. لكن بالطريقه دي ظلم باين بالطريقه دي. يعني ازاي فاول وانذار؟ ايه الاماره في انهي قانون؟ ده مش قانون ايكا، ده قانون حبرشني يا حبرشني بتاع محمد فوزي الله يرحمه المطرب. ما هو ما ينفعش الاهلي بقى يقع بقى، ما هو ال 15 والدنيا ايضا نار وتريزيجيه بيجيب الجون بيشاور لزيزو اخرس خالص، انا البرنس. وزي ما قلنا قبل كده في فيديو من شهرين ونص ثلاثه، لو انتم متابعين فيديوهاتي، لما قلنا ان في واحد كلمنا قال لك اوضه اللبس ولا عادي ده نار وكله عايز يتساوى وي وي والكلام ده كله، كلهم ما بيحبوش بعض. كل ده ما يخصناش احنا في حاجه، احنا يخصنا الحق وفرقتنا. الكرة دي تحت انهي منطق الشناوي ما يطردش؟ ليه؟ طبعا النانوس بيقع فلازم تجري تسنده وتحط كتفك تحت باطه وتسنده وما يطردش الشناوي وتمشي الدنيا، وهو ماتش في وسط الدوري. لو الاهلي وقع خلاص طبعا الموسم راح منه وفلت. ولما نيجي نتكلم ونقول ان في ظلم وان النادي الاهلي بيتجامل، هنقول بيتجامل مش هنقول حاجه تانية. ماشي؟ انتوا عايشين في دور المؤامره ودور المظلوميه، واللي انتوا بتقولوه اصل انتوا فشله، اصل انتوا مش عارفين تعملوا زينا. مش هنعرف نعمل زيكم طبعا، الحمد لله احنا الناس بنحب فرقتنا تكسب بصدق وبشرف، مش زيكم. الواحد افتكر من الكلام ده كتير قوي من ايام جون حسن شحاته واكرامي، اسماعيل يوسف لما ليه بيلن ويطرد، حاجات كتيره قوي. اجوان ابو تريكه القديس اللي انا بحبه على فكره والله، ماشي، جونين ببطولتين مع حرس الحدود ومع الجيش. وهلما جرب بقى، مش هنقعد نعد بقى، مش هعدلكم في 40 سنه. 40 سنه والله العظيم الواحد بيشوف من ده كتير. كنا بنلعب كوره وفاهم ازاي الحكم بيحجم الماتش وازاي فاولات حوالين ال 18 واعمل ايه واسوي ايه. ماشي، مش هينفع نتكلم في الكلام ده. بس النهارده بقى باينه قوي بصراحه، وفي وقت يعني ناقص. يعني لو الاهلي عطس يقول لك الله شوف الرذاذ، ده مطره دي ندى، وهم موكوسين وحشين والدنيا خربانه من اول الاداره لغايه يعني متهيألي اقل واحد في الجمهور المحترم اللي ما بيشوفش يعني بعينه، بيشوف بقلبه عشان بيحب فرقته. لكن انت يا حكم منظرك ايه يعني؟ اللي في الفار ده منظرهم ايه؟ الكوره دي اتحسبت كده ازاي؟ يعني انفنتينو دلوقتي لو شاف الكوره دي هيجي لكم بنفسه يقول لكم حرام عليكم انتوا ابهرتوني، مفيش كده في الدنيا. ايه دي؟ يعني ايه فاول وانذار؟ يعني ايه واحد رايح للجول يا ما لمسوش وما فيهاش حاجه وعدي؟ ليه ما طرد؟ ما فيهاش تاني، ما فيهاش. فاول وانذار دي انت عملت النهارده قانون جديد وانت في ارض الملعب يا عم الحكم. يلا انا ما اعرفش اسمك مش عايز اعرفه لان اساميكم كلكم زي بعض ما تفرقش، من فراح لفلان بومبو ايه، مش نافعه والله العظيم ما نافعه. ولما بنيجي نتكلم ونعلق ونتناقش كل اللي انتوا فالحين فيه تعلوا صوتكم وتشتموا وتقولوا اي كلام. طب انا عايز اعرف دلوقتي المحللين اللي في الاستوديو هيقولوا ايه؟ لجنه الحكام هتقول ايه؟ المذيع مش عارف يتكلم عمال يندغ في لسانه مش عارف يتكلم هندي في ما بين الشوطين، ما علقوش عليها في الاستوديو التحليلي. بس احنا برضو مش هنسكت عادي يعني، مش عشان حاجه، عشان الحق. احنا مش فارق معانا مستوى الاهلي والله، الاهلي السنه دي وحش قوي، وكل المليارات اللي دفعت دي يلا في البطاطا، والله في البطاطا، عشان المال الحرام، عشان ربنا سبحانه وتعالى بينصر الحق. لكن انتوا هتتكلموا على الكره دي تقولوا ايه؟ مبسوطين يعني انتوا بمكسب زي كده؟ والله العظيم حاجه مقززه جدا اقسم بالله. الواحد لو عايز يقول الكلام على لسانه ان الله لا يحب الجهر من السوء الا من الجهر من السوء من القول الا من ظلم، فده ظلم. بس الواحد ما بيحبش استغفر عظيم يعني يجهر بالسوء ولا يقول كلام وحش. لا، اتقوا الله بقى حرام عليكم. يعني حتى المتعه سممتوها مصالح، انتوا بتوع مصالح، انتوا بتوع فساد.
انتوا مش ناس رياضيين. ده اقصى حاجه ممكن اقولها، لكن اللي جوايا اوحش من كده بكتير قوي. يا ظلمه. السلام عليكم ورحمه الله.